بكم مشاهدينا. برنامج القفة يأتيكم على الشروق الإخبارية اليوم من بلدية برج منايل بولاية بومرداس. القفة اليوم ضيفة عند أمير شعياني بطل العالم في الرياضات القتالية. كم هي الميزانية؟ كيف هي الأسعار هنا في ولاية بومرداس؟ كل هذه التفاصيل تابعوها معنا خلال هذا العدد. السلام عليكم. معكم أمير شعياني رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة القتالية، المدرب الدولي، بطل العالم 3 مرات على التوالي. اليوم راهم عندنا ضياف برنامج قفة رمضان اللي جاو زارونا لولاية بومرداس بلدية برج منايل، شرفونا بالحضور تاعهم. راهم معايا في المنزل المتواضع هكذا. نشوفوا اليوم كيف نفوتوه ونشوفوا المائدة تاع رمضان كيف راح تكون. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في عدد اليوم من برنامج القفة. راكم تشوفوا رانا متواجدين في بومرداس في بلدية برج منايل، وراهو في ضيافتنا أمير شعياني بطل العالم 3 مرات في الرياضات القتالية. أمير، أنا نرحب بك معايا. أهلين، رانا ضياف عندك وراك ضيف عندنا اليوم. ربي يحفظك. أهلين، مرحبا بكم. شرف لي كبير راكو قناة شروق، راكو جيتوا زرتونا اليوم. شكرا. اليوم نعرفوكم يعني نشوفوا الأجواء معك، نشوفوا الأجواء الرمضانية إن شاء الله. كيفاش راهي؟ يلا مرحبا بكم إن شاء الله. بسم الله نبداو حلقتنا لنهار اليوم. واحكي لي شوية أمير، كيفاش راك تجوز اياماتك في رمضان هنا في برج منايل؟ كيف هي الاجواء الرمضانيه هنايا؟ اجواء رمضانيه، نوضوا الصباح راكي تعرفي يلزم نقضوا صوالح اللي نديروا بهم الفطور. راكي تعرفي في رمضان يلزم تكون مائده متنوعه يعني من الاطباق. يلا امير، لحقنا عند المحل الاول اللي شفنا عند البوشغي باش تدي شويه اللحم. نشوفوا مع خونا قبل ومن بعد نشوفوا واش تحتاج نتاعكم كوموند. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صحة رمضان كل عام وانتم الله يسلمك. جيناكم ضياف اليوم برج منايل. مرحبا بكم. كيفاش تجوزوا ايامات رمضان؟ لاباس ولا الحمد لله. الحمد لله. جيناك مع امير باش يدي شويه اللحم. صحنا في برنامج القفه نقولوا للناس اللي يشوفونا شحال الاسعار في البلديه اللي نكونوا فيها، فقول لي اللحم هنايا عندك شحال راهو يدير؟ بون البيفتا كيما هذا راه يدير 230,000، الخروف 240، المرقاز 130، والبيفتا كيف 130,000. عثمان، صحة فطوركم اخويا. خونا يعطيك الصحة وصحة فطوركم وربي يعاونكم. الله يسلمك. يعطيك الصحة. على هذا الاستقبال. يعطيك الصحة عثمان. هي اخويا. وامير دوكا بعد ما كملنا هنا دوكا الكبدة اللحم صاي، دوكا نمروا للزلابية. يلا نروحوا للزلابية كيف. ايوه. السلام عليكم. لاباس صافا؟ صحة رمضانكم كل عام وانتم بخير. الله يسلمك. كيفكم مع رمضان والزلابية؟ صافا الحمد لله. شوية الأجواء الرمضانية هنا صافا طرب. يعاونك ويقدرك. خليك مع أمير تشوف واش يحتاج. امير، وحنا نكملوا في ليزاشا انا وياك في برنامج القفه لنهار اليوم. بطل العالم 3 مرات، شاركتي بزاف منافسات مسابقات. احكي لي هكذا حاجه مركاتك هكذا في واحد من المنافسات وهكا ما تنساهاش، يعني موقف، حادثه. يعني صارت لي حادثه في دوله اندونيسيا. وين لقيت روحي انا كما نقولوا وحدي نمثل الجزائر، يعني ني ستاف تكنيك ني حزان. رحت وحدك وحدي وكما نقولوا قدرني ربي وجبت الحزام وربحت بطل العالم. الله يبارك، شرفت الرايه الوطنيه. والباك الدمعه تسبقك ثم تكون وحدك باش ترفد العلم تاع الجزائر ماشي سهله. فعلا مسؤوليه كبيره. الله يسلمك. مسؤوليه سي فغي. يلا نكملوا الجوله انا وياك كيف ربي يحفظك. دوكا امير بدلنا بلاصه، لحقنا بلاصه واحده اخرى. انا في سوبيرات. نقضوا شويه عفايس. نقضوا شويه عفايس. مازال ما هضرناش على الميزانيه. شحال درت ميزانيه اليوم؟ بور 5000 دينار.
مشاهدينا ما زلنا دائما معكم في برنامج القفة، انا وامير نديروا فليزاشا، وكما راكم تشوفوا المجموعه الله يبارك عليها كبرت، وراهم انضموا الينا اصدقاء امير عرفنا مع شكرنا. هشام أوشفون رئيس لجنه الانضباط للاتحاد الافريقي. الله يبارك. معنا عبد القادر العواص بطل العرب، مؤخرا عنده واحد 15 يوم في رمضان اللي توج بدوله تونس بطل العرب. ماذا نعطوا التصفيق على المباشر في برنامج القفة. هذه يلا نتعرف. السلام عليكم، صحة رمضانك. الله كيفاش راكم مع رمضان؟ لا باس الحمد لله. اجواء رمضانيه لا باس الحمد لله الحمد لله. خونا صحة رمضانك كل عام وانتم بخير. يسلمك صحة فطوركم انتم. لنا لك تصفيق على المباشر. يعطيكم الصحة، شرف لي شرف لبلادي شرف لنا راكم معنا صراحة يعني. مرحبا بكم معنا ونكملوا الجولة نتاعنا ان شاء الله. تكونوا معنا. واش راح تدي دوكا امير؟ ندو الحليب. ندو الحليب. ايوا بصحة. نعاونك شوية اليوم. ايوا ندو الحليب يلزم اوبليجي. زيد وشنو ثاني؟ جو ثاني. انتم كرياضيين عندكم ربما نمط غذائي يكون شوية مميز ماشي كيما خاصة في رمضان. احكي لي شوية على كيفاش. يعني ما نكذبش عليك، شوف كي الا كانت عندنا كومبيتيسيون ولا الماكله كاع تتبدل، يعني الروز حاجه ناشفه، اللحم ما في اللحم حاجه مفوره ما فيهاش ليدة، فهمتيني؟ وبروغرام عندك وقت ممكن تاكل حتى تاكل اللي فروي بالوقت وكلش بالوقت. بصح كيما رمضان ولا كامل ندخلوا تقدري الحاجه اللي تبغيها ماشي مشكل. يلا امير دوكا قفيفتك تعمرت الله يبارك عليها. الوقت باش نبدلوا الحال هنايا. واش الغالي؟ كيف السلام الصحة لاباس؟ واش الحال؟ لاباس؟ صحة الحمد لله. كيف صحة رمضان. انتم مازال ضياف عندكم اليوم. مرحبا بكم. بون هذا هو جوز رمضان هنا. الحمد لله برج منايل رمضان سي ساكري. الله يبارك. عرفنا امير. بون هذا هو جيرون كاع تاع السوبيرات هذه. الله يبارك. وراهو انسان خدام ما شاء الله ويعاون ولي بري ريزونابل، فهمتني؟ وما شاء الله عليهم. انا توجور هنايا. حنا متشرفين نشوفوا دي شامبيون تاع برج منايل، لي شامبيون تاع دالجيري كامل يجوا لينا. مرحبا بك. ربي يحفظك كالعاده توجور انا دائما هنايا. دار دارك. ربي نقولوا يحفظك. لك ربي يقدرك، صحة فطورك، صحة رمضان وصحة عيدك وقريب ثاني. صحة رمضانكم، صحة عيدكم، صحة. مشكور، ربي يحفظك الغالي. اي صحة فطوركم. يلا امير دوكا وين لحقنا لهنايا؟ السلام عليكم. المائدة الرمضانية كي تخلص يلزم نديروا شوية لي ديسير هنايا. السلام عليكم خويا. السلام. صحة رمضانك. الله يستر اختي. صحة. شو يجوز عليكم رمضان؟ والله الحمد لله الاخت. الحمد لله. يعني نشوف الحالة يا معمرة الله يبارك. قول لي شوية واش عندكم هنا في المحل باش نعرف. كاين اختي هكذا لي طرت. عندنا لي طرت وفروي، لي طرت وشوكولا، طرت وسيترون. عندنا اوبيرا تيراميسو. عندنا هكذا بقلاوات، زيريات، بقلاوات، حلويات تقليدية. وعندنا منا كنافة، خبز الباي، قلب اللوز. وعندنا بسبوسة دوك شوية خرج. كاين حالة راهي تشهي. والله انا جيت على الكنافة. اتهلا فيا. خليك مع امير تمدوا لها كوموند ديالي. اتهلا فيا شوية كنافة كما العادة. إذا مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا فينا رانا على طاولة الإفطار دقائق قبل أذان المغرب، بعد ما أنا وأمير وخويا عبد القادر وخويا هشام درنا المارشي، شفنا الميزانية نتاعك وقضينا وعمرنا القفيفة، والقفيفة عمرت لنا الطابلة الله يبارك عليها. فأنا وياك أمير بالعقل قلنا الطابلة واش طيبنا فيها اليوم. بون كاين كيما نقولوا طاجين زيتون. الله يبارك. كاين مارسيدوانا كي تشوفي. عندنا طاجين الحلو كيف كيف. عندنا شويه تاع الفيلي. عندنا بوراك. عندنا كبده سلطه الجزائريه. عندنا شوربه. عندنا لي فروماج تعرفي اللي شريناهم ثاني. صح امير، احكي لي شويه على الاجواء الرمضانيه، خاصه انت والاصدقاء راكم داخلين في المجال الرياضي، كيفاش تجوزوا هكذا الاجواء الرمضانيه؟ بون كيما نقولوا نتلاقاو كيما انا وهشام وعبدو
نتلاقاو مع الصباح نديرو بروغرام باغ اكزومبل رانا طالعين الى سواء الجي سواء نريحو في الولايات بومرداس ولا ونروحو كاع وكل واحد واش يبغي. بالك كيما نقولوا هشام يبغي شربات يقول لنا نروحو عين طايه وكلش، كيما عبدو يبغي كنافه ولا يقول لك نطلعوا للقبه ولا. ورانا انت واش تبغي وين تقول لهم نطلع؟ انا نبغي الحوت بزاف. ما تروح لتيبازا. وكيفاه يلزم. صح. نشوفوا مع هشام وشنو هما ربما الاطباق اللي تميل لها، المالحه الحلوه، وكيفاش دوزت اياماتك في رمضان؟ السلام عليكم. مرحبا بكم. شويه رمضان كيفي كيما الناس كامل، شويه شوربه نحبها تكون فريك، وشويه شلايض، وشويه بوراك، شويه طاجين زيتون، شويه لحم محلو كيما الشعب الجزائري كامل كما يفهم. كيفاش الامبيونس مع امير في رمضان؟ مع امير في رمضان عنده الانرجي الله يبارك، ما يحباش ماذا بها راه في تيبازا راه لا يمشي يقول لك كل حاجه يروحوا نجيبوها. الله يبارك. وانا نمشي ان شاء الله. شكرا لك. صح. نشوفوا مع عبد القادر. ما قالكش بصح واحد الحاجه يبغي طعام بالبن، يبغي طعام بالبن. طعام بالبن صح. فئه كبيره تحب الطعام بالبن في السحور. ما ناكل غير طعام بالبن في السحور، هذا واش ناكل. الله يسلمك. يا بصحتك. واش نقولوا لك عبد القادر؟ كيفاش الاجواء الرمضانيه مع امير مع خويا هشام منا، كيفاش تجوزوها؟ لا لاباس، نتلاقاو دائما كل خطره وين نروحوا نشرو، كل واحد عليه من يحب ياكل. وفي الفطور نحبوا الحاجه المالحه حنايا كيما الشربه، البوراك، اللحم الحلو، دائما لازم نكون في الطابله. الله يبارك. صح. نحكي انا وياك شويه عبد القادر. كان قال لنا امير انه مؤخرا تحصلت على لقب وراك في مسابقه، فقل لي وشنو هذا؟ فوالا. رحنا لدوله تونس قبل رمضان بسمعنا، شاركنا في البطوله العربيه. الحمد لله اللي تحصلنا على نتائج والفوز في منازلتين بالضربه القاضيه. الله يبارك. والحمد لله الدعم راه يدعمنا الرئيس تاعنا امير، وما ننساوش المدرب اللي عنده فضل كبير العواس مولود اللي هو الاب تاعي، هو اللي اسس الفن القتالي هذا، مؤسس هذه الرياضه اللي نشكره من المنبر هذا. وان شاء الله دائما نشرفوا الجزائر، ونشكر رئيس تبون ثان اللي راه يدعم في الشباب او فتح لنا كاع البيبان ويسهلنا في الامور، وسهلنا الامور بزاف وهذا معك ان شاء الله. وحنا نتمنى لك كل التوفيق في مشوارك يا رب، وان شاء الله تضاف الى قائمه ابطال الجزائر اللي نفتخروا بهم يا رب. ان شاء الله يا رب. قبل نهايه الحلقه امير حبيت نعطي لك ربما ليك ولخوتنا كذلك اخر كلمه، اخر للناس اللي يشوفوا فينا اهداء، ولا الاهل ولا الجمهور اللي يشاهد فينا كذلك. واش نقول لك اختي، انا نقدم اهداء كما قال العبدو للسيد مولود مصطفى العواص اللي هو مؤسس رياضه الوانكودوجي ورياضه المختلطه. يعني نقدم له التحيه ونقول له صحه فطورك ومزيد من كما نقولوا النجاح وتبهرنا كما العاده. ونقدم تحياتي للعائله الكريمه، للابنتان فهمتني اريد، ربي يحفظها لك ان شاء الله يا ربي. وبارك الله فيكم وشرفتوني بالحضور تاعكم قناه الشروق، يعني بارك الله فيها ثان. شكرا لك على حسن الضيافه، وربي يحفظكم الدار داركم في اي وقت. شكرا لك امير، ربي يحفظك. خويا هشام اخر كلمه للناس الاهل الاحباب لم يشوفوا. شنو نقول لكم؟ بارك الله فيكم الحضور تاعكم، صحه رمضانكم، صحه عيدكم، وربي يحفظكم. خالد جراد نسيته. خالد جراد، ديديكاس خالد جراد. بارك الله فيكم يا رحمة الله. صحة فطورك وصحة رمضانك، صحة عيدك مسبقة. نسيت طبعا أنا جاية عليك. يلا واش نسيت؟ تفضل. نسيت لا فامي فني ولاية تيارت، نقدم لهم كاع التحية ونقول لهم صحة عيدكم وعيدكم مبارك. وتفضلي ديريكت. يلا عبد القادر خويا آخر كلمة للجمهور لو يشاهد فيك. نودي تحية كبيرة للأم نتاعي اللي تعبت في هذا رمضان، وربي يحفظها ويطول في عمرها ان شاء الله، وصحة رمضانكم وصحة عيد. شكرا لكم. هنا تاني من هذا المنبر نشكركم على حلقة اليوم، كان يوم رائع خفيف ظريف، درتوا بينا جولة رائعة في برج منايل هنايا، قضينا معكم وقت بزاف شباب، يعطيكم الصحة كي عبد القادر كي خويا أمير كي خويا هشام. شكرا لكم. شكرا لك. أما أنتم مشاهدينا الكرام، أنا بقى لي إلا نقول لكم نلتقي غدا إن شاء الله مع ضيف جديد، ميزانية جديدة وقفة جديدة.